أبشر فالخير بناء، هذا مشروع بناء. كل أب وأم في رحلة التربية بيسألوا على طول نفسهم: هو أنا بربي صح؟ أنا كده ماشي صح ولا لأ؟ هو أنا محتاجة أكون حنين أكتر ولا محتاجة أشد شوية؟ أسامح ولا عاقب؟ أتكلم ولا أسكت؟ والحقيقة إن التربية مش شعور لحظي ولا رد فعل وقت الغلط ولا حتى مجموعة مواقف بنتصرف فيها بعفوية وخلاص. تربية رحلة، ورحلة طويلة قوي، وأي رحلة عشان توصل فيها لنقطة صحيحة لازم نكون معانا خريطة، لازم يكون ليها قواعد، مش قواعد جامدة وقاسية ولا نظريات معقدة بعيدة عن الواقع، لكن قواعد قلبها حب وعقلها وعي وجسمها تطبيق عملي نقدر نعمله كل يوم. عشان كده أنا موجودة معاكم في منصة بناءات في محور اسمه قواعد في التربية، بقدم فيه مجموعة فيديوهات، كل فيديو بيحط لبنة صغيرة في بناء علاقتك بولادك. في البداية بنحط أساس الفهم: مين أنا كأب أو أم؟ إيه دوري الحقيقي؟ وإزاي أفرق بين دوري ودور ابني وبنتي؟ كل واحد فينا وظيفته إيه؟ لما بنفهم دورنا كويس بنقدر نتحرك صح ونحدد علاقتنا بولادنا على أساس واعي. بنمهد الطريق ده بالتعاطف، مش التعاطف اللي بيلغي الحدود، لكن اللي بيفتح قلبنا إننا نشوف مشاعرهم بجد. وبنسأل السؤال العميق اللي ساعات بنفتكره بديهي: هل أولادنا يعرفوا بجد إن إحنا بنحبهم؟ ولا إحنا بنحبهم في قلبنا وبننسى نبين ده بكلام وأفعال واضحة ليهم؟ ومن هنا بننتقل سوا للمرحلة التانية، نفهم أهمية البدايات، بنغوص مع بعض في قيمة السنين الأولى في عمر الطفل وفين الفرص اللي نبني فيها القواعد اللي بيكمل بيها حياته. برغم أهمية البداية بنأكد مع بعض إن مفيش باب مقفول، مهما حصل دايما في فرصة ودايما في وقت نصلح ونبني. علشان كده بنتكلم بعدها عن فكرة لم يفت الأوان. وبعد ما بنفهم الأساس الزمني للتربية بنسأل نفسنا: إحنا ماشيين ورا إيه؟ إيه الهدف الحقيقي اللي شايفينه قدامنا وإحنا بنربي؟ هل أنا عايزة طفل سعيد طلباته مجابة، ولا إنسان متزن يقدر يعيش حياته بمسؤولية؟ بعد كده بننزل خطوة أعمق تحت السطح. لما ابنك يتصرف تصرف مش عاجبك، هل بتشوفي تصرف بس ولا بتدوري على الاحتياج اللي وراه؟ بنكتشف مع بعض إن ما تحت السلوك هو المكان اللي بيحصل فيه التغيير الحقيقي. وفي قلب كل ده بنتعلم مع بعض مهارة ذهبية: حسن الظن بولادنا، مش عشان نبرر الغلط لكن علشان نربي بعيون بتدور على الخير اللي لسه بينمو جواه. ولأن التربية محتاجة توازن حساس بنقف سوا قدام مفهوم التوازن بين الحزم والحنان. إزاي نكون رحماء في نفس الوقت واضحين وثابتين؟ إزاي نخلق بيت فيه قلب دافي بس بإيدين قادرة حدود تحمي الكل؟ وفي النهاية ما ينفعش طبعا نتكلم عن التربية من غير ما نقف وقفة حقيقية مع موضوع العقاب. مش كل تصحيح لازم يبقى عقاب، ومش كل عقاب بيؤدي لتربية. بنتعلم سوا امتى وازاي نستخدم العقاب باسلوب يحفظ العلاقة وينمي الضمير. احنا مش جايين نحط قوانين فوق الاهل ولا جايين نصعب التربية اكتر ما هي صعبة. احنا جايين نحط مصابيح صغيرة على الطريق، مصابيح تنور لك وانت بتمشي رحلة التربية مع اولادك بحب وفهم وخطوات عملية تقدري تعيشي بيها كل يوم، مش بس كلام نظري من الكتب. مبسوطة قوي اني معاكم هنا في منصة بناءات. كل خطوة هنمشيها سوا ندعي ربنا انه يبارك في اولادنا ويحفظهم ويهدي قلوبهم وينور طريقهم ويجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. أبشر فالخير بناء، هذا مشروع بناء.